السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك ليصلكم الجديد بإذن الله. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعاقده مع فلاديمير بيتكوفيتش لتدريب المنتخب الوطني الأول خلفا لجمال بالماضي. وأكد الاتحاد الجزائري في بيان له أن المدرب الجديد للخضر سيصل يوم الأحد المقبل إلى الجزائر العاصمة، وسينشط ندوة صحفية يوم الاثنين. فلاديمير بيتكوفيتش البالغ من العمر 60 عاما لقد درب العديد من الأندية أبرزها لاتسيو الإيطالي وبوردو الفرنسي، لكن لم يسبق له التدريب في قارة إفريقيا. ويملك المدرب الجديد للجزائر 3 جنسيات، وهي السويسرية والبوسنية والكرواتية.